إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. خلق السماوات والأرض دي المكين في الكون، وفيه الزمن الليل والإيه والنهار. فبيقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. خلق السماوات والأرض دي لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. دي عملية صعبة، يعني مش عملية سهلة. خلق السماوات والأرض بالموازين اللي موجودة فيها دي، سماء بلا عمد، أرض ممهدة وفيها كل العناصر. الله، كل هذه المسألة يجب أنك أنت كنت تتنبه. أنت لم تخلقها ولم يدعي أحد أنه خلقها، وما دام لم يدعي أحد أنه خلقها وأنت لم تخلقها، يبقى إذا قال خالق لها أنا خلقتها يصدق إلى أن يقوم مدع آخر ليقول لا أنا الذي خلقتها. ورغم الكفر ورغم العناد لم يدعي أحد هذه القضية أبدا. خلق السماوات والأرض قلنا أكبر من خلق الناس. ليه؟ لأن الناس من الأرض خلقوا. الناس من الأرض خلقوا وبما في الأرض عاشوا. يبقى إذن الأصل إن المسألة دي ده خلق السماوات والأرض أكبر من خلقكم أنتم، لأنكم أنتم أبناء الأرض، أنتم واقتياتكم وبقاء حياتكم من الأرض. ومن المعقول أن الله قبل أن يخلق الإنسان خلق ما يخلق منه الإنسان. الله. وليعيش ذلك الإنسان أمده بجنس ما خلق منه. ولذلك يقول لنا إن خلق السماوات والأرض وخلقكم أمر غيبي، وما دام أمرا غيبيا فلا رائي له ولا مشاهد له إلا الذي خلق. فخذوا علم الخلق منه، خذوا علم الخلق. ولذلك قلنا إنه سبحانه وتعالى حينما قال ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. مضلين يعني إيه؟ يعني يضللونكم في قضايا، يقولون لكم كذا وهي ليست حقيقة. يبقى الحق تنبأ أزلا بأنه سيوجد قوم يقولون إن السماء والأرض اتخلقت كذا والإنسان اتخلق كذا، نقول هؤلاء هم المضللون، وقد نبهنا الله أزلا على أنه سيوجد مضللون. إذن وجود المضللين الذين قالوا الأرض كانت جزء من الشمس وانفصلت عنها والإنسان أصله مش عارف قرد، وجود هؤلاء يدل على صدق الله، لأنه لو لم يوجد مضللون لقلنا أين يا رب ما قلت أنهم مضللون. إذن وجودهم هو عين الدليل على صدق الله فيما قال. ولذلك قلنا سابقا ان خلق السماوات والارض حينما يعرض الحق سبحانه وتعالى انه خلقنا منها، ياتي العلم حتى من الكافرين بالله، حتى ممن لا يؤمنون به يؤيد هذه القضيه. وقلنا ما دام خلقنا من طين وجعل اقتياتنا من جنس ما خلقنا منه، حينما حللوا الإنسان قلنا قديما أنهم وجدوه مكون من 16 عنصر، وحللت الطينة الأرضية اللي بيجي منها الخصب والزرع وجدت 16 عنصر، هي أولها الأكسجين وآخرها المنجنيز، طبق الأصل. إذن لما يقول إن أنا خلقتك من طين نقول له صادق، لأن أنت جعلت اقتياتي مما يخرج من الطين. إذن خلق السماوات والأرض يجب أن يبدأ منها العجب، وأنت أيها الإنسان يجب أن تفطن إلى ما خلق لك لتستدل على خالقك.
ولتؤمن وتشهد أنه إله واحد. وإن ضللت وقيل في إله تاني قل لا إله إلا هو. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. حين يتكلم الحق عن الإنسان يتكلم عن مكين في الكون. المكين في الكون ده يحتاج إلى شيئين، إلى زمان وإلى مكان. المكان أقلتني الأرض وأظلتني السماء، والزمان ما ينشأ من الليل وما ينشأ من النهار. ولذلك بده يعطينا العبرة في اختلاف الليل والنهار. معنى اختلاف الليل والنهار أن كل واحد يأتي خلف الآخر. النهار يجي خلف الليل والليل يجي ايه خلف النهار. جعل الليل والنهار ايه خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد ايه شكورا. يبقى اختلاف الليل والنهار يعني ايه؟ يعني لا يكون النهار سرمدا ولا يكون الليل سرمدا. ولذلك قلنا إن في آيات أخرى يمتن علينا الحق بهذه النعمة. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه. إذن فأنت أيها المتحرك في الكون، كل متحرك في الكون لا بد له من سكون بقدر حركته. ولذلك انقسم الزمان إلى ليل تسكن فيه وإلى نهار تتحرك فيه. ولذلك بقول أنا جعلت الليل سبات. ولكن الحق سبحانه وتعالى من رحمته ويعلم أزلا أنه لا يمكن أن يكون الليل سباتا لكل الناس، بل لا بد من عسس أو لا بد من أناس يقومون على أمر متيقظين بالليل. يقول ومن آياته منامكم بالليل والنهار. يعني برضه إذن بيدي إيه؟ بيدي فرصة للناس اللي هم هيقعدوا إيه؟ عيونهم ساهرة. يبقى دول هيبقوا إيه؟ يبقى لكن دول ما هماش هم الطبيعة الكونية، ده هم معمولين علشان الباقي ينام. معمولين ليه؟ عشان الباقي ينام. إذن فمن عظمة الحق أنه جعل الزمان خلفة. لو أن الليل سرمد ولو أن النهار سرمد كانت الحياة ما تنفعش. ولذلك قلنا افطنوا جيدا إلى أن الله حينما أقسم بقوله والضحى، وده محل الايه الحركة والكدح، والليل إذا سجى سكن، لا بد أن يوجد الاثنان معا. ما ودعك ربك وما قلى.